كبر حزب إرترا إزي ناي إرترا نقابا فنو راديوي مدباتو ناتكانايتي زي حلل تقلاساي جيغنا حزبي دمس مكلاح يخون راديو نقابا بتسعان 4.9 اف ام لندن اونتاريو كندا خب دركب راديو ويسترن أبسمون حدا معلت السنبت بأقوطات را لندن اونتاريو كاب ساعت شوعته ساعت شمولتن فرقان قدم قطري فنو السنة ديو زغربلكم زرقو جبريسوس كبرات تختاتلتي أبنايلهم مدبنا فليز بلد حستو حيزلكم قريبا لخو راديو نقابا دمس حزب زقالح بمخانو هذا بقانقوا عربية ني سمعتن تختاتلتن إرتراويان كلته أبتحت حدنتنا مسفللياتنا ويكا Unity within diversity زتتأرنفو مقالستنا خاب أستراليا recommend زقبرو بمخانو سلسته اتمدب بخبر آتو جمال حمد الدالاون دايركتر مربب حبريتا أدوليس كاب أستراليا مسكور آتو حج عبد النور زقبرو قال محتت بمخاني مس آتو جمال حمد بزيكا بمربب حبريتو أين فالتنينا أبزي أقات أمزي أحواتنا مقالستنا بأستراليا كفالتونان كلالوينان بمخالهم أمسقنهم كبرات تختاتلتي اتوقعي أقرب لكم أقدموز تقرص أوقع بمخانو قنا حتون رئيتون كقرب ذي كأل مخانو التحساسب يغني الليل وبكر أمسك مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله كل أوقاتكم. أنا جمال همد أحييكم وتغمرني السعادة وأنا ألتقيكم على أثير إذاعتكم إذاعة نقابة، ويسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ قريسوس الكاتب والمعلم والمناضل، كما يسرني أن يكون ضيفكم وضيفي الأستاذ حاج عبد النور حاج رئيس المجلس التشريعي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. في هذه الحلقة وهي الأولى سوف نتحدث ونتحاور معكم حول ما يشغلنا جميعا. سنتحاور حول محورين، الأول يتعلق بحقوق الإنسان، والثاني حول آفاق وإمكانيات عقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني والذي طال انتظاره. مرحبا بك الحاج، وبداية أتيح لك المساحة لكي تحيي المستمع الكريم في كندا، وإذا بالإمكان أن تحييه باللغتين. نعم. أهلا الأخ جمال. في البدء أشكر الإذاعة وكل مستمعي هذه الإذاعة، وأحيي كل مستمعي في كندا وفي كل الجماهير تسمع. طيب الحاج، نبدأ بالمحور الأول. المحور الأول حول حقوق الإنسان في إريتريا. الآن منطقة القرن الأفريقي تشهد تحولات. هذه التحولات منها السلام بين إريتريا وإثيوبيا، والمصالحات التي تتم بين إريتريا وعدد من الدول. وقبل يوم تقريبا كان الرئيس سياس أفورقي في الصومال. السؤال وهو يتعلق باليوم العالمي الذي مر قبل عدة أيام بحقوق الإنسان، أو الإعلان العالمي حول حقوق الإنسان. هل السلام والمصالحات مع الدول تلغي موضوع الحقوق في إريتريا؟ بمعنى أن هناك الآلاف من الناس في السجون، بعضهم حي يرزق وبعضهم الله أعلم إذا كان حي أم لا، وبعضهم مضى عليه أكثر من 27 سنة. هذه الحقوق هل يمكن أن تسقط بالتقادم،
في هذا الظرف العام، خاصة وأن البعض رحب بالسلام بين اثيوبيا واريتريا، واعتبر أنه هذه المسألة يعني نهاية المطاف. طيب، بالنسبة للسؤال الأخ جمال، يعني ملف حقوق الإنسان في إريتريا هو من الملفات الشائكة ومن الملفات المهمة في إريتريا، و يعني جدير بالناس تقيف عليه وتتابعه، لأنه يأتي ضمن أولويات العمل المعارض أو يعني السياس يعني في إريتريا. يعني انتهك حقوق الإنسان بكل ما تعنيه الكلمة، وزي ما أنت قلت أو تفضلت، يعني يوم 10 ديسمبر العالم احتفل بمناسبة حقوق الإنسان، وإريتريا طبعا في ذيل الدول في هذه المسألة، وكثير من المنظمات يعني أدانت أو يعني سجلت بالتوثيق يعني الممارسات التي ارتكبها هذا النظام، والجرائم التي ارتكبت من قبل هذا النظام أبدا لا تسقط بالتقادم، لأنها هي حقوق، وحتى لو عمل أو أجرى مصالحة مع دول الجوار أو مهما عمل طبعا لا تسقط بالتقادم، لأن هي مسألة حقوق، هي في الأول وفي الأخير، وعندها أصحاب، وكثير من عشرات الآلاف من الإريتريين سواء كانوا في السجون زي ما تفضلت، سواء كانوا الناس الإعدامات جماعية، السجون، كثير من الإريتريين أيضا هاجروا أو تركوا إريتريا وتعرضوا لمآسي وهم يعني فارين من إريتريا، سواء كان في الصحراء أو في البحار، يعني بكميات كبيرة. وهذه الحقوق يعني ستظل يعني جريمة في تاريخ السياس، ومهما طال الزمن سيحاسب من ارتكبها، ولأنها هي حقوق، ويعني تم اعتداء على يعني عدد كبير من الإريتريين وكثير من الأسر، يعني الآن يعني تم توثيق لهذه الجرائم، ومهما طال الزمن ستتم المساءلة وسيتم تقديم الجناة إلى محاكم، وعليه يعني مهما يعني عمل مصالحة، مهما عمل صلح مع دول الجوار، يعني أبدا يعني ما حتسقط مع الزمن يعني. نعم، ضيفنا الكريم الأستاذ الحاج عبد النور، رئيس المجلس التشريعي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. سؤالنا الثاني حول هذا الملف، أنه هذا الملف المثقل بالآلام لا يتم تحريكه بشكل يعني بالطريقة الذي يجب أن يتم تحريكه بها من قبل المنظمات الإريترية المدنية وحتى الحقوقيين والأفراد وغيرهم، بجانب طبعا بالتأكيد هذه مهمة أساسية لقوى المعارضة الإريترية سواء كانت مجتمعة أو كل تنظيم على حدة. فماذا تقول؟ هي صحيح، أنا أتفق أن وكما يعني سبق وذكرت في بداية حديثي، هذا الملف هو يعني ملف مهم، ويجب يعني إنه الناس يعني بمختلف يعني توجهاتها، وهو ملف إجماع ممكن أن نسميه، لأن يعني هناك اختلافات، الناس تختلف سواء كان في الآراء سواء كان في الوسائل لكن هذا الملف يجب أن يكون ملف أو يعني محل إجماع لكل القوى السياسية، كانت المدنية كانت المستقلين، يعني حتى المنظمات الأجنبية. وطبعا زي ما تعرف الأستاذ جمال في هذا الملف يعني كان قطع شوط عندما
يعني عينت منظمة حقوق الإنسان يعني مقررة خاصة لهذا الملف، وهناك رصد تم يعني لمدة 2 سنين، ويعني تم رصد عن الانتهاكات التي يعني ارتكبت في هذا المجال. وإريتريا صنفت أو يعني تم إقرار أنه إريتريا دي يعني لا تحكم بالقانون، بل إنما يعني تحكم بالخوف والفزع، ويعني كل الانتهاكات الموجودة هناك سجلت وتم رصدها. وأيضا هذا لا يكفي على المنظمات المعنية أن تبذل الكثير، ونحن في المعارض الإريترية أيضا يعني بقدر المستطاع هناك تقارير مرصودة وهناك متابعة لكل الممارسات النظام، سواء كانت في معسكرات اللاجئين في دول الجوار، سواء كان المآسي اللي يتعرض لها الإريتريين، سواء كانوا يعني في الصحراء، سواء كان في البحار. وهناك أيضا يعني مسألة الاتجار بالبشر التي يتعرض لها الإريتريون، سواء كانوا في السودان، في ليبيا، في يعني في كل الأماكن حوالي إريتريا. وده كله نتيجة للممارسات السيئة التي يرتكبها النظام، وعليه فعلا هي مسؤولية كبيرة أكبر من المعارض الإريترية وأكبر من كل الفئات التي تعمل من أجل إسقاط النظام. وتحتاج أن المنظمات الدولية أن يعني تكثف من نشاطها ومتابعتها من أجل يعني إحقاق الحق، ومن أجل يعني بلورة هذه القضية، ومن أجل يعني محاكمة الجنائي. نعم أستاذ حاج عبد النور رئيس المجلس التشريعي وضيفنا في هذه الحلقة وهي الأولى في هذه الإذاعة المناضلة، ننتقل للملف الثاني أو للمحور الثاني، وهو يتعلق بصميم عملكم مباشرة كرئيس للمجلس التشريعي. هذه الأيام نشهد تحركات هنا في أستراليا أو في أوروبا حسب ما سمعنا وقرأنا، أو في الولايات المتحدة، لتنشيط عمل المجلس الوطني من جديد وبعث الحياة فيه للوصول للمؤتمر الثاني الذي طال انتظاره. بداية أنقل لنا أو أنقل للمستمع صورة عامة عما يجري الآن في ساحة المجلس الوطني الديمقراطي للتغيير الديمقراطي عفوا. نعم. بالفعل المجلس الوطني يعني الآن هناك حراك كما تفضلت، سواء كان في أوروبا، سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي أستراليا، وفي كل مناطق تواجد الإريتريين. وهذا الحراك هو يندرج ضمن المسعى الذي يعني نحن يعني بصدده، هو من أجل انعقاد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني. وكما تفضلت كانت هناك محاولات كثيرة سبقت هذه المحاولة من أجل انعقاد المؤتمر الثاني، ولكنها يعني لم تصل الغاية. والسبب فيه هو طبعا ظروف سواء كانت ذاتية أو موضوعية أو يعني الظرف المكاني والزماني لم يمكننا من انعقاد المؤتمر الثاني. وكما تابع الجميع يعني المجلس الوطني تعرض لكثير من العثرات وكثير من الإشكاليات، يعني نتيجة لخلافات واختلافات بين مكوناته وخاصة القوى السياسية المكونة له. وأدت هذه الخلافات وهذه العثرات إلى إقعاد المجلس الوطني من أداء مهامه. والآن نحن يعني نحاول أن يعني لملمة هذه الأطراف وهذه المحاولة هذه هي ضمن المحاولات السابقة، ونتمنى أنه يعني نصل للغاية هذه المرة. الآن الأمور مبشرة بخير، يعني إذا كان في أمريكا تم عقد مؤتمر فرعي للتسعيد، وهناك أيضا في مؤتمرات فرعية سيتم عقدها في الأيامات
في الأيام القادمة. كما هناك يعني عدة اجتماعات لأعداء المجلس الوطني ومناصري المجلس الوطني تم عقدها في أوروبا، في ألمانيا وفي لندن وفي ستوكهولم وكثير من مناطق أوروبا. أيضا في أستراليا في بيرج وفي ملبن يعني تم يعني اجتماعات تنويرية واجتماعات تنشيطية للفروع. والآن الناس قادمة على أن تعقد المؤتمرات الفرعية ويتم التسعيد ويتم مناقشة الأوراق والوثائق الخاصة بالمؤتمر والتي أعدتها اللجنة التحضيرية. وبعدها سيتم يعني تسعيد أو انتخاب الممثلي كل منطقة، ثم بعد ذلك يكون عقد المؤتمر. وإن شاء الله نتمنى هذه المرة يعني يكون هناك نجاح وتكون في تحقيق للأهداف التي نصب إليها. نعم الحاج، المؤتمر الأول للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الذي عقد في عواسة اشتركت فيه تحت اسم منظمات أو يافطة منظمات مدنية عدد كبير من هذه المنظمات. هذه المنظمات اختفت الآن. هل الإعداد الجديد قاعد يأخذ في الاعتبار هذا الاختفاء لهذه المنظمات، وأنه هذه المنظمات أصلا كانت ما موجودة، جزء منها ما موجود إذا لم نقل كلها؟ هل قاعد يأخذ الإعداد هذه المسلمة المعروفة، أم سيتبع نفس النظام القديم في إشراك ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني والشخصيات والى آخره، والعدد سيكون كبير؟ وأعتقد الظرف غير ملائم الآن لحشد أكبر قدر من الناس بجانب التنظيمات. ما رأيكم؟ صحيح، هو الظرف يختلف تماما من الظرف الذي تم فيه عقد المؤتمر الأول، لأن يعني ذاك كان مؤتمر الأول، وكان طبعا صاحبه كثير من القصور، هذه حقيقية. وبعدها الآن أيضا الظرف المحيط بالمنطقة أو المنطقة التي نعمل بها فيها تغيرات وفيها يعني أشياء لم تكن في الحسبان، وعليه يعني زي ما تفضلت المؤتمر حيكون مختلف، وسواء كان من حيث العدد سواء كان من حيث النوع أو المشاركة سيكون هناك مختلف من المؤتمر الأول. لكن هناك الشيء الأساس الموجود هو القوى السياسية المعنية أو هي صاحبة زي ما يقول نصيب الأسد في هذا العمل. وهناك أيضا مستقلين أو هناك يعني نسميهم مجتمع مدني، سواء كانوا أفراد سواء كانوا من الأقاليم، سيتم إشراكهم من الأقاليم، سواء كان مجتمع مدني أو يعني الفرد إذا كان بقدر النظر هو يعني تابع أو منتمي لمجتمع مدني أو مستقل، سيتم إشراك سيتم إشراك يعني عدد معين من الأقاليم، وبالإضافة إلى القوى السياسية وعضوية المجلس القديمة. فبالتالي يعني المنظمات يعني أتفهم أو نتفهم يعني اختفاء بعض المنظمات، و يعني أيضا هذا لم يتوقف أو لم يكن حصر على المنظمات، بل حتى هناك تنظيمات كانت موجودة الآن خرجت، هناك يعني أفراد كانوا موجودين الآن ما موجودين. وبالتالي باعتبار المرحلة كانت يعني الزمن يعني مر علينا كثير من الإشكاليات في المجلس، ونتيجة لهذا البطء ونتيجة لتعطيل المجلس يعني في إفرازات ظهرت ما في شك يعني. طيب، لفائدة المستمع الكريم الذي لم يتابع كثيرا، كم هي عدد التنظيمات التي ستشارك أو التي يعني الآن يجري الحراك ضمنها، وكم هي عدد التنظيمات التي خرجت بشكل مباشر من التشكيلة القديمة للمجلس الوطني؟ عدد التنظيمات السياسية الآن الملتزمة بهذا المؤتمر وحتشارك في هذا المؤتمر يعني بممثليها وبعضويتها هي 18 تنظيم.
هناك يعني 4 تنظيمات للآن يعني لم يتأكد مشاركتها في المؤتمر، ويعني هي ذات هذه التنظيمات يعني كان عندها رأي آخر في المؤتمر أو في الكيان ذاته، وبالتالي الآن يعني نحن ممكن نعتبرها هي التنظيمات التي يعني خارج هذا المؤتمر خارج الحراك. أيوه. طيب المال عصب الحياة وعصب الحراك السياسي، كيف سيتم وما هي الأساليب التي سيتم بها تدبير المبلغ لمواجهة نفقات المؤتمر؟ هو طبعا نحن الآن يعني الاعتماد حيكون على الذات، وكل الجهد الآن اللي قاعد تبذل مثلا الاجتماعات في الأقاليم، عدوية المجلس والحراك اللي قاعد تقوم به سواء كانت من سفر واجتماعات ولقاءات، كلها الاعتماد على الذات وبجهد فردي. أيضا المؤتمر سيقوم بجهود ذاتية سواء كان من عدوية المجلس، سواء كان القوى السياسية، سواء كان الفرد المشارك بنفسه يعني. فبالتالي حيكون في مساهمات سواء كان عبر اشتراكات، عبر تبرعات من عدوية المجلس، من القوى السياسية اللي أنا ذكرتها. يعني كل تنظيم حيتحمل يعني نفقات عدويته، وكل فرع حيتحمل نفقات ممثليه، وبالتالي يعني كل الإمكانيات حتكون يعني ذاتية يعني. نعم. تكون ذاتية. طيب، وضمن هذه الحوارات أيضا والحراك، ما هو تقييم المجلس أو تقييمك أنت الشخصي لمجمل التطورات السياسية على مستوى القرن الأفريقي، خاصة أو بالتركيز على التقارب الإريتري الإثيوبي، وهل هذا يؤدي إلى استتباب الأمن في منطقة القرن الأفريقي؟ لا بالتأكيد. نحن طبعا النظام الدكتاتوري في إريتريا يعني السادة المستمعين أو المتابعين يعني على علم في هذا الصدد، إنه النظام الدكتاتوري يعني كان يعني الذرائع اللي كان يعتمدها، نعم. إنه كان يعني كان كل المحيط بتاع إريتريا أو دول الجوار أو يعني أمريكا ووياني وجيبوتي كلها كان صورها على إنها أعداء للدولة لإريتريا، وإنه الأمريكان أو الإثيوبيين أو بالأحرى الوياني أو يعني هذه الدول كلها حتبتلع إريتريا. دي السياسة اللي كان يعني متمسك بها وكان يدقدق بها مشاعر الإريتريين. ونحن نذكر يعني خلال السنوات العجاف هذه كلها كان يقول إنه إريتريا دي مستهدفة، إريتريا أراضيها وصيادة إريتريا. هذه النقمة الآن تحولت يعني بقدرة قادر إلى شيء آخر، وهو السلام والكلام اللي قاعد نسمعه نحن، وزيارات كل شهر لإثيوبيا. يعني الرجل يعني كل يوم ماشي قندر، وكل يوم ماشي أديس، وكل شهر مسافر، ولقاءات وتصريحات يعني. فهذه يعني هذا نحن لا نعتبره سلام. والشعب الإريتري يعني من هذا التقارب ومن هذا السلام وتفاصيله وهذه الاتفاقيات لا يعرف شيء. يعني الشعب الإريتري يعني الآن مغيب تماما عن هذه الاتفاقيات، عن هذا السلام المزعوم. يعني الشعب الإريتري ما يعرف شيء. الإثيوبيين لا زالوا موجودين في الأراضي الإريترية، والسيادة اللي كان يعني يتكلم بها ويتحدث بها يعني الآن منتهكة. والشعب الإريتري زي ما ذكرت مغيب، ما يعرف عن هذه السلام. الإثيوبيين يعني فعلا الطرف الإثيوبي يعني شغال
يعني عمل صلح داخلي، يعني جلس مع معارضيه، مع مناوئيه، مع الرأي الآخر، يعني عمل على إطلاق سراح كل معظم السجناء الضمير والسياسيين، وبسط الحريات العامة وكل شيء. والآن يعني في المنطقة إذا جينا بالمقابل يعني ما في شيء، الإريتريين لا يعرفوا شيء عن هذا الأشياء، وبالتالي يعني سلام يعني ما نعرف نحن يعني تفاصيله، يعني ما نعرف نحن ذاته. أنت عشان تتكلم وتقول والله السلام ده حيجيب أمن وسلام، طبعا مغيبين، يعني الشعب الإريتري مغيب ما يعرف شيء. أما السياسة فهذه يعني الآن يعني ربما يفكر في حيلة أخرى، يعني عشان يمدد في عمره وعشان في أمده، يعني حيلة أو يعني غير الكلام اللي كان يستخدمه قبل، والحجة اللي كان يستخدمه قبل، والذرائع اللي كان يستخدمه قبل، الآن يعني بيجي يمكن يعني هو ويعد في أشياء أخرى، وعليه هو يعني سلام مزعوم وسلام يعني نحن نعرف عنه شيء. وبالتالي يعني الشعب الإريتري النظام إذا حيجي سلام في المنطقة، إذا حيجي سلام استقرار في المنطقة، يجب أن يتصالح مع نفسه ومع شعبه. وهذا الذي ترونه الآن لا يؤدي إلى سلام، لا يؤدي إلى سلام ولا استقرار. طيب نعود للموضوع المجلس الوطني والمؤتمر المزمع عقده خلال العام القادم تقريبا حسب بعض الإعلانات. هل هناك أفكار ضمن الأوراق المقدمة من اللجنة التحضيرية للفروع، أفكار يمكن تبنيها من خلال المؤتمر تهدف لحشد قوى التغيير الموجودة بشكل فعال داخل المجلس الوطني الآن أو خارجه؟ هي دي من المهمة الأساسية المنتظرة المؤتمر. يعني من ضمن أهداف هذا المؤتمر هو يعني حشد الطاقات الإريترية، سواء كانت داخل المجلس الوطني أو خارج المجلس الوطني. يعني كل الطاقات الإريترية المبعثرة الموجودة يجب أن تحشد ويجب أن يتم تفعيلها، ويجب أن يتم توجيه الصحيح، بحيث تكون يعني هناك آليات يعني فعالة بتحشد الجماهير وتفعلها وتعمل يعني في النهاية إلى إسقاط النظام الدكتاتوري في إريتريا وإقامة نظام ديمقراطي. نعم. من خلال هذا الحوار ومن خلال هذه الإذاعة المسموعة نتيح لك الأستاذ الحاج عبد النور رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بتوجيه رسالة لمستمعيها في كندا أو في المدى اللي هي تسمع فيه هذه الإذاعة المهمة. وهذه الرسالة يا ريت لو كان قلت علينا باللغتين لمحاولة للوصول إلى أكبر قدر من المستمعين. مستمعين الكرام، كان يفترض أنه على الأقل نحاول نترجم بعض ما دار في الحوار، ولكن لضيق الوقت وللظرف الذي نسجل فيه سوف لا يتم بالتأكيد، ولكن في مرحلة لاحقة نحاول أن نتبع هذه الخطوات. فإليك الحاج. أنا أولا بالنسبة يمكن نعم. أنا بالنسبة للرسائل المهمة هو نحن هذا النظام يعني نظام متهالك، نظام دكتاتوري في إريتريا، يعني عوامل بقائه كلها انتهت. وإذا في عامل مثلا هو بيعمل عليه أو يستقل هو عامل ضعف المعارضة الإريترية بشكل عام، سواء كانت في تنظيماتها السياسية أو في التنظيمات المدنية أو الأفراد وكافة الجماهير الإريترية المتضرر الأكبر من النظام الدكتاتوري. عليه يجب أن نفكر جيدا في تقييم المرحلة التي مضت، وأن نراجع كل ما سبق،
أن نأتي بحلول للإشكاليات التي نحن نعاني منها، ويجب أن ننطلق، وأيضا يجب أن نتجاوز كل الخلافات الثانوية، ويجب أن نركز على إنقاذ الشعب الإريتري وإريتريا، وهذا لا يتم إلا بالوحدة الوطنية على برنامج وطني. والمجلس الوطني هو يعني عصارة بتاع يعني تجارب وتراكمات كثيرة مرت بها المعارضة الإريترية. هو ليس كاملا، هناك أشياء تنقص المجلس الوطني، هناك إشكاليات يعاني منها المجلس الوطني، لكن يجب أن المجلس الوطني أن يفعل، يجب أن أيضا المجلس الوطني أن يراجع أخطائه وأن يعالج قصوره وأن يقيم أيضا تجربته، وعليه أيضا أن ينطلق وينفتح على الآخرين، سواء كانوا تنظيمات، سواء كان مجتمع ودني، سواء كان جماهير خارج المجلس الوطني، بحيث يكون هناك يعني قوة تجمع ما بين المجلس الوطني وخارج المجلس الوطني، ويتم حشد هذه الطاقات كلها وتوجيهها التوجيه السليم لمقارعة النظام الدكتاتوري في إريتريا. الرسالة الثانية أو الثانية هي الجماهير الإريترية، هي المتضرر الأكبر من هذا النظام، وهي يعني حتى التنظيمات السياسية أو الأحزاب السياسية هي بتعبر عن جزء وليس الكل. عليه الجماهير الإريترية هي صاحبة الحق وصاحبة القرار. حتى التنظيمات السياسية مهمتها هي إسقاط النظام الدكتاتوري أو العمل على إسقاط النظام الدكتاتوري. فالشعب الإريتري هو صاحب الحق، هو اللي يعني بعد إسقاط النظام هو صاحب القرار، هو اللي يختار حكومته، هو اللي يختار من يحكمه، هو من يختار كيف يحكم. عليه الآن يجب أن يكون حادا لهذه المعارضة الإريترية أيضا مع كل إشكالياتها، مع كل ضعفها، أيضا يعني تعاني من التفاف الجماهير الإريترية، من عدم التفاف الجماهير الإريترية. عليه يجب أن الجماهير الإريترية أن تلتف حول المعارضة الإريترية، أن تلتف حول المعارضة الإريترية، وأن يعني تقومها، أن تصححها، أن تندمج، أن تقوم بواجبها. يعني حتى إذا كانت هناك أخطاء يجب هذه الأخطاء أن تصحح بالحضور، يعني يجب الجماهير الإريترية أن تشكل حضور في القوى السياسية، سواء كانت سياسية مدنية، بكل الوسائل المتاحة واللي تقدر عليها. لكن يعني الآن الوقت ليس للتفرج أو ليس للانتقاد السلبي، أو أنت مثلا تتابع عن بعد وتبقى مراقب في قضاياك وهي من صميم يعني قضاياك الأساسية. عليه يجب بقد النظر يعني أن تندم لهذا التنظيم أو ذاك التنظيم أو هذه المنظمة أو المهم، على كل حال أنت لازم يكون عندك يعني تدلو بدلوك في هذا الأمر أو في هذه القضية. ده يمكن المطلوب من الجماهير الإريترية. والجماهير الإريترية يعني نحن يعني من متابعتنا هي كلها يعني أو أغلبيتها كلها في المعارضة الإريترية. الآن النظام ما يتمتع بأي شعبية معروف، لكن هناك في ضعف في الأداء، هناك في مثلا يعني قصور كثيرة في يعني بعد الأعمال اللي كانت تقوم بها أو الأنشطة المعارضة الإريترية يعني صاحبتها قصور وسلبيات، وده أدت إلى يعني إسقاط المعنويات بتاع الجماهير الإريترية.
ونحن يعني المرحلة بتاع الثورة الإريترية علمتنا إنه يعني الثورة يعني مرة تضعف مرة تقوى، وعليه يجب إنه الناس معنوياتها ما تسقط وما تفقد الأمل وما تيأس. يجب أن يعني تجدد وتأتي باجتماع جديدة بالشباب بفئات بتاع الشباب والمرأة، يجب أن ينخرطوا في هذا العمل بحيث يعني حتى إذا هناك يعني في بعض الناس ملت أو بعض الناس يعني وجوه بقت قديمة، يجب أن يتم تحديثها عبر الاندماج وعبر الدخول في هذه التنظيمات أو المنظمات. طيب يمكن أن توجه نفس الرسالة بالتجرينيا لفائدة المستمع أيضا ولفائدة الناس. أنا بقدامنت كمتي زي نقبر زلنا كلمة طيق ويقال محتت مس جازتنيا جمال بتاع جمال محمد كمسجن دلي قتلتي ناي انتايو خطبلو تدلي بزاقاطامي زبل حتو حجي نحنا ني هاجراو بايتو زملكت انتقينو هاجراو بايتو بزحات ودبات زحقف أكاليو ودبات بوليتيكا ودبات اللو سيفيك سوسايتي اللو والكسبات اللو مالتيو. سلازي إذا بايتو زي كابز مسرس بزح عمتات قصيرولو بزح كزي وفتناتات غيرو جن بتقاماتو بشجراتو بفلليات ناي ودباتو كدمعي كأنن بزح قصرحي كألن حجيجن بحدش داق مسرع ناقبري نخسرح تبقيسلو أبز تفلالي زوباتات ون آخيباتات يخون نعم نتطاف سمينارات يخون يكايد اللو مالتيو أب أستراليا أب أمريكا أب أوروبا ميدل إيست أب تفلالي كورنعاتنا علم ينقصا قصا اللو مالتيو تعلامة نابقبائي نببصحيو لك أيو هجراو بايته بزح قدلتات الله إذا قدلتات الزقعة كله قاليو ودعاويو قاليو بعلاويو قاليو خا نايبوتا ناي زتفلالي تقامات زمصوي مالتيو. سلازي بايتو قابزي تقامات زوتيو نابقبائيو مسكده نزي حيلتات أب زتفلالي فحفحيلو زلو خمي جيرو تطرنيفو أب حدا وقعي حيلي خمي كم زخون يتعلامة أبزز متص زلو قبائي ون تتند علامة نزا حيلتات زي أوشت بايتو زلو وطعيخ بايتو زلو كمي جيرو تطرنيفو وقعي حيلو غينو نزي سرعة زي كم زبديه نزي سرعة زي خم زودق ناي نمقباريو مالتي. سلازي نحنا كم هقراو بايتو خلو هزبنا نزي قداي زي ترديقو أبزي زلنايو خمي جيرو يطرنف خمي جيرو أبزي دلي ودب أبزي دلي محبر بزخانة مجد سب زخيلو مجدي سب كله أبو خطرنف إجامو خبركت يتي ملأختي مالتي. سلازي بحدا وجن هجراو بايتونا معوات صراح يدللو بخالي خا كلاتنا زي هجراو جواء مستجابئون نقدميت تأميتنا أوصائي كاب هجراو بايتو زلون حيلتات كمي يجرو مس هجراو بايتو تواهيدو كمي كم زسرح والدبات يخون والكسبات يخون سيفيك محبرات يخون زخل زي أنصار زي سرعات زي كمي يجرو خمز وجه كمي يجرو خمز ذهب يتقن علامة مالتي. سلزي نحنا نزي سرعات زي زتقامو زلو كله إذا سرعت تداخيم الله كله ناتو حيلي حجي أب منتاي تعرف الله أبزي ناتنا دخمتي وزتك أمل زلوا مالتي. سلزي نحنا أنت نفعنا نحنا أنت برتعنا
እዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ሰብ ፎቅ ይልወስለ ዘሎ ንሕና ከም ንዕወት ዘጠራጥር ኣይኮነን ክንዕወት ግን ንሕና ሓድናትና ከነተርር ኣለና ኩላትና ንሃገር ናይ ምድሓን ጭርሖ ወሲድና ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ዘሎ ወፃኢ ካብ ባይቶ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ብፍላይ እዚ ቃልሲ እዚ ህዝቢ እንተዘይሓሲልዎ ህዝቢ ማእከሉ እንተዘይኮይኑ ክዕወት ስለዘይክእል ህዝቢ ብዘለዎ ሓይሊ ብገንዘብ ይኹን ብዝረኸቦ ዕድል ወይ ብዘለዎ ናብዚ ቃልሲ ከም ዝሓስልን ኣብኡ ከም ዝጥርነፍን እጃሞ ከም ዝገብርን ክንገብር ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ስርዓት እዚ ሎሚ ንሕና ብሚዛን ምስ ስርዓት ዘሎን አንጻር ስርዓት ዘሎ እንተሪኢና ዝበዝሐ ሰብ አንጻር እዚ ስርዓት እዩ ዘሎ ኣብቲ ቃልሲ ግን ተጸምቢሩሎ ኣይ ተጸምበረን ኣሎ ተወዲቡሎ ኣይ ተወደበን ኣሎ ኣብኡ እዩ ተሕቶ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከይተወደብካ ከዓ ክስራሕ ስለዘይከኣል እዚ ህዝብና ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ዝደለየ ውድብ ኣብ ዝደለየ ማሕበር ብዝኽእሎ ኣገባብ ናብዚ ቃልሲ ክትጽምበር ኣለዎ ገለገለ ሽግራት እንተተራእዩ ገለ ድኽመታት እንተተራእዩ ገለ ደስ ዘይብል ነገራት እንተተራእዩ ንሕና ተስፋ ክንቆርጽ የብናን ክንዲ ተስፋ ምቁራጽ ነዚ ዝተራእየ ጉድለታት ነዚ ዝተራእየ ሕጽረታት ከመይ ጌርካ ከም ትእርሞ ከመይ ጌርካ ብሓድሽ ኣገባብ ካብኡ ተማሂርካ ንቅድሚት ከመይ ጌርካ ሓድሽ ዝበርትዐ ስራሕ ከም ትሰርሕ كجبر الله زبل أمنة لني يغني لنا. شكرا الحاج عبد النور رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي وشكرا لكم مستمعين الكرام للاستماع لهذه الحلقة وهي الأولى في إطار التعاون مع هذه الإذاعة المناضلة والأستاذ قريسوس وإن شاء الله سوف نحاول المشاركة قدر الإمكان بعدد من المواد التي تهم المستمع الإريتري في كندا وفي أي مكان آخر كان بودنا أن تكون هذه الحلقة حلقة تفاعلية ولكن لظرف فني ولظروف أخرى سوف لا نتمكن وبالتالي سنحاول أن نسجل كل ما يمكن لاستثمار الحوار مع المستمع ضمن عدد من المناضلين الإريتريين تحية لكم وأسعد الله كل أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يغني لنا أتو حمد جمال حمد ناي زغير كايو قال محدث كبرات تخاطلتنا إذا قرر مدب أبدي في الصم نزا كبرات تخاطلتي ناي لومو مدبنا أبزخ في الصاميم أبزمت ساعة الراخب دحنكنيو أب زخري نتهم زل على درجة مسواتنا كفيلهم هاجر زركونا سماعتات يغني الليل